عن موقف المجلس الوطني الكردي فهو مشتق من هذا الائتلاف، فهم محكومون بتحقيق أجندتهم، لأنهم لم يستطيعوا أن يرتقوا إلى مستوى تطلعات شعوب المنطقة وخاصة الشعب الكردي الذي عانى الأمرين من سياسات النظام الاقتصادية والاجتماعية ناهيك عن السياسات الشوفينية العنصرية بحق هذا الشعب. لذلك نحن نتطلع إليهم كمعارضين غير جادين لم يستطيعوا أن يقرأوا اللوحة السورية والتغيير الذي سيحصل بشكل جيد. نحن كأحزاب الحركة السياسية الذين استطعنا أن نبني الإدارة الذاتية الديمقراطية وأن نبني مشروع الفيدرالية، نحن مقدمون حقيقة بكل جدية بأعلى مستويات النضال من أجل تحقيق مآرب الشعب الكردي الذي كما ذكر وعانى الكثير من السياسات الأنظمة التي حكمت سوريا، إضافة إلى سياسات المطروحة من قبل هؤلاء الشوفينيين الذين طرحوا أنفسهم كمعارضين سوريين.